بدأت ميبل مهمة انتحارية لتحرير كل تلك الحيوانات المسكينة المحبوسة وإعادتها إلى موطنها الأصلي في قلب الطبيعة، لكن الرياح لم تأتي بما اشتهته ميبل، فسرعان ما انكشفت خطتها حين ضبطها المعلمون متلبسة. لم تستسلم الفتاة الصغيرة بسهولة، بل بدأت بسلسلة من المناورات والحركات السريعة للإفلات من قبضتهم، وحين تمكن أحدهم من الإمساك بها غرزت ميبل أسنانها في يده بقوة جعلته يصرخ ألما ويقذف كوب القهوة من يده دون وعي. في تلك اللحظة انفتحت الحقيبة لتنطلق الحيوانات في كل اتجاه، بينما سقطت القهوة الساخنة على جهاز الإنذار ليعمل نظام إطفاء الحريق في المدرسة بأكملها. جلست ميبل تراقب توبيخ والدتها وهي تشعر بمرارة الهزيمة، خاصة حين رأت السلحفاة تعاد من جديد إلى حوضها الزجاجي الضيق ليدخل الحزن قلبها وهي تراها سجينة مرة أخرى. وبسبب تلك الفوضى اضطرت والدتها لاصطحابها إلى المنزل، وطلبت من الجدة تناكا الاعتناء بها لبقية اليوم. كانت الجدة تناكا مليئة بالحماس، فاصطحبت ميبل إلى مكان ساحر وهو بحيرة في أعماق الغابة، وهناك علمتها كيف تهدئ أعصابها وتتأمل جمال الطبيعة لتتحسن نفسية ميبل وتبدأ في مراقبة الحيوانات بحب وشغف، ليصبح هذا المكان رابطا وثيقا بينها وبين الطبيعة على مر السنين. مرت سنوات طويلة حتى ظهرت طواقم البناء لتطويق البحيرة بالكامل، تنفيذا لقرار العمدة الحالي جيري ببناء جسر ضخم سيهدم ملامح المكان. ميبل التي غدت شابة الآن لم تتردد لحظة في الوقوف بوجهه، فذهبت لوداع جدتها عند مقامها الذي شيدته تكريما لذكراها، ثم انطلقت بلوح التزلج الخاص بها نحو البحيرة. وصلت في الثواني الأخيرة لتمنع العمال من تفجير سد القنادس وسط رعب العمال الذين توسلوا إليها للابتعاد، لأن الديناميت كان جاهزا للانفجار في أي لحظة. فجأة ظهر العمدة جيري محاولا السيطرة على الموقف، ليتفجر صراع قديم ونقاش هستيري بينهما، كاشفا عن عداوة متجذرة بين الشابة وهذا السياسي الطموح. أمر جيري الشرطة بإبعاد ميبل فورا، لكنه في النهاية عرض عليها فرصة أخيرة، فلو تمكنت من جمع توقيعات كافية لرفض المشروع فسيعيد النظر في قراره. بدأت ميبل تجوب الشوارع بكل عزم، لكن بعد يوم شاق لم تحصل إلا على توقيع واحد فقط. لم يكسر اليأس مجاديفها، فتوجهت إلى الجامعة تطلب العون من الدكتورة سام، لكن الدكتورة أخبرتها أن قرار جيري قد يكون صحيحا بيئيا، لأن القنادس هجرت المنطقة وبدونها لا يمكن حماية المكان وتوازن الطبيعة. اشتعل الحماس في قلب ميبل من جديد، وقررت البحث عن قندس وإعادته لإحياء البحيرة. وفي تلك الليلة جهزت طعما ووقفت وجها لوجه أمام قندس يقترب من الطعم، لكن الغريب أنه لم يهتم بالطعم وذهب للشارع. وحينها اختطفته سيارة غامضة أمام عينيها. طاردت ميبل السيارة بلوح تزلجها حتى دخلت مبنى الجامعة، وهناك صدمت حين رأت القندس يمشي على قدمين كالبشر تماما. تسللت خلفه لتجد نفسها أمام الدكتورة سام التي كانت تتحكم في عقله ضمن تجربة علمية. واجهت ميبل الدكتورة بغضب لتكتشف أن هذا القندس ليس إلا روبوتا آليا متطورا. أوضحت سام أنهم صنعوا هذه النسخ لدراسة سلوك الحيوانات بدقة، وحين سألت ميبل بحدة عن سبب عدم استخدامها لإنقاذ البحيرة ردت الدكتورة ببرود أن الأمر قد لا ينجح، وأمرتها بإعادة الروبوت ونسيان هذا الأمر تماما. حينما أدركت ميبل أن الطبيبة لم تكن أبدا تلك الشخصية التي رسمتها في مخيلتها، اتخذت قرارا فوريا باستعادة حقها بيدها دون انتظار عون من أحد. وبذكاء منقطع النظير استطاعت مراوغة طاقم المستشفى حتى وصلت إلى نظام القندس الآلي، وهناك قامت بنقل وعيها وعقلها بالكامل إلى داخل جسده المعدني. جن جنون الأطباء وبدأوا يصارعون الجهاز محاولين فصلها قبل أن تفرض سيطرتها المطلقة، لكن كل محاولاتهم فشلت، وانتقل وعي ميبل للقندس. وفي غمرة تلك الفوضى انتهزت ميبل الفرصة واختفت عن الأنظار مندفعة بأقصى سرعة نحو المخرج. وفي منتصف الطريق اعترضت الدكتورة نيشا طريقها، فحاولت ميبل الدفاع عن نفسها باستخدام مكنسة كانت أمامها، غير أن قوة الدكتورة كانت ساحقة فغلبتها بسهولة وقذفت بها بقوة نحو السقف. كانت تلك الضربة هي طوق النجاة، إذ تمكنت الفتاة التي تسكن الآن جسد القندس الآلي من الهروب والنفاذ بجلدها عبر فتحات التهوية. وبمجرد خروجها إلى الهواء الطلق عطلت جهاز التتبع المزروع في رأسها واختبأت في مكان آمن، بينما تفرق الأطباء في كل اتجاه يقلبون الدنيا بحثا عنها. بدأت المأساة الحقيقية
الحقيقية حين انقضت بومة مفترسة عليها واختطفتها محلقة نحو الغابة لتجعل منها وجبة في عشها، لكن ميبل ظلت تضرب بكل قوتها حتى أفلتت من مخالب البومة وسقطت في قلب الغابة الكثيفة. ومع إشراقة الصباح استيقظت ميبل لتجد نفسها محاطة بمجموعة من الحيوانات، وغمرتها سعادة لا توصف حين اكتشفت أن برمجة القندس الآلي منحتها القدرة على فهم لغتهم والدردشة معهم بمنتهى السهولة. لم تكذب ميبل خبرا، بل جمعت منهم معلومات في غاية الأهمية، وانطلقت تكمل رحلتها بحثا عن قندس حقيقي. وصلت بعد دقائق إلى ضفة النهر، فرأت قندسا يسترخي بكسل فوق صخرة، ولما وجدت أخيرا الحيوان الذي كانت تنشده بدأت تحاول إقناعه بمساعدتها في إنقاذ المنطقة المهجورة المجاورة للغابة. فجأة ودون سابق إنذار ظهر دب ضخم كان يريد التهام القندس، فتدخلت ميبل بكل شجاعة وأنقذته من موت محقق. والمفاجأة كانت في رقي تعامل الدب الذي أنزل القندس برفق على الأرض. وقتها أدركت ميبل أن لحيوانات هذه المنطقة قوانين صارمة تحكم السلسلة الغذائية، وأن دخولها الغابة هو ما أربك النظام الطبيعي لديهم. قرر الدب والقندس اصطحابها إلى الملك، وفي طريقهم قامت ميبل بتشغيل جهاز الاتصال لتتحدث مع سام. حين علمت الدكتورة بما يحدث احتشدت مع زملائها ليراقبوا كل شيء عبر عيون القندس الآلي، وصدموا حين رأوا مئات الحيوانات يحتشدون حول جبل عظيم. وبعدها مباشرة ظهر جورج ملك الحيوانات وبدأ يؤدي رقصة حماسية مع كل شعبه، فطلب القندس من ميبل أن تعرف عن نفسها للملك. في تلك اللحظة تعالت صرخات الأطباء في أذنيها يحذرونها من كشف هويتها الحقيقية، فسئمت ميبل من تلك الضوضاء في رأسها وأغلقت جهاز الاتصال تماما. حاولت الحديث مع جورج وترجته أن يهتم بالمنطقة المجاورة للغابة ويساعدهم في بناء السد المطلوب، لكن الملك أوضح لها أن لا أحدا من الحيوانات يطيق العيش هناك بسبب الضجيج المزعج الذي يفتعله البشر. ولإثبات كلامه قادها جورج وشعبه إلى تلك المنطقة، وهناك بدأت الحيوانات تتألم من أصوات عالية، بينما كانت ميبل لا تسمع شيئا. رفعت الملك بين يديها ليشير لها إلى مصدر الصوت، فاكتشفت أن الدوشة تنبعث من شجرة مزيفة فوقها سماعات ضخمة. حاولت البنت بسرعة تسلق الشجرة، وفي ذلك الوقت ظهر أحد الأطباء يتحكم بطائر آلي ليعيقها، لكن ميبل صمدت وتأرجحت بكل قوتها حتى أسقطت الشجرة وحطمت السماعات. وبمجرد توقف الصوت طارت الحيوانات فرحا وتجمعوا جميعا لإصلاح المنطقة. ومع نهاية اليوم كانوا قد انتهوا من بناء السد واحتفلوا بعودة بيتهم إليهم. عاد جورج إلى جبله مع ميبل وهو يشعر بالفخر، في حين كان العمدة جيري يغلي غضبا حين علم بسقوط الشجرة. ورغم ذلك صمم السياسي على خطته وأمر بهدم السد مرة ثانية. وبعد دقائق كانت ميبل وجورج يجلسان عند النهر حين أقبل القندس لوف وهو يرتجف رعبا، فساعداه على الخروج من الماء ليخبرهما أن جيري لم يهدم السد فحسب، بل أمر بزرع أشجار عليها سماعات أكثر في كل مكان. بدأ جورج يقلق بجدية على سلامة الجميع حين رأى الحيوانات تعود للاختباء عند جبله، فاقترحت ميبل عليهم ضرورة البحث عن مساعدة خارجية لحل هذه المصيبة. قرر القندس جورج تنصيب ميبل مستشارة جديدة له، وجلس معا في انتظار وصول أعضاء المجلس الأعلى للغابة. لاحظت ميبل أن جورج يتملكه توتر شديد وجسده يرتجف، فسألته عن السبب ليعترف لها بكسرة خاطر أنه مجرد ملك على الثدييات فقط وليس على كافة حيوانات الغابة. وقبل أن يكمل حديثه تفاجأ بوصول بقية الملوك الذين يمثلون جميع فصائل الكائنات الحية هناك لتبدأ الجلسة بعد اكتمال النصاب. بدأ جورج يشرح حجم الكارثة التي تتعرض لها الغابة، لكن القادة كانت قلوبهم كالحجر ورفضوا إظهار أي نوع من التعاطف. هنا قررت ميبل التدخل بنفسها وبدأت تشرح لهم خطة العمدة الشرير بالتفصيل وكيف ينوي تدمير الطبيعة بالكامل، وحذرتهم من أن الصمت سيجعل كل الحيوانات تعاني. حين استوعب الملوك صدق كلامها اتفقوا أخيرا على ضرورة التخلص من المدعو جيري. في تلك اللحظة شعرت نيشان التي
كانت تتخفى في جسد حيوان آلي برعب شديد، وأدركت ميبل أن كلماتها قد أشعلت فتيل حرب طاحنة بين الحيوانات والبشر. سارعت الدكتورة نيشا بإبلاغ زميلها بما يحدث في الوقت الذي أمرت فيه ملكة الفراشات جيوشها باستدعاء المفترس الأكبر في الغابة. تجمعت الفراشات في كبد السماء وشكلت حرف إكس ضخم، مما بث الرعب في نفوس كل من رآه. لم تكن ميبل تنوي أن تصل الأمور إلى سفك الدماء، فحاولت إقناع الملوك بالتراجع لأن جيري لا يستحق الموت، لكن ملكة الفراشات جن جنونها من تردد ميبل وهجمت عليها. وفي لحظة دفاع عن النفس سحقت ميبل الملكة بين يديها دون قصد، مما فجر موجة غضب مرعبة بين الملوك الذين أمروا فصائلهم بالتخلص من ميبل وجورج فورا. بدأ جورج وميبل الهروب وهما في حالة رعب شديد، بينما طمأنت نيشا ميبل بأنهم سيجدون طريقة لإنقاذها قبل أن يظهر ملك الضفادع فجأة ويدمر حيوان نيشا الآلي، مما جعلها تستيقظ في معملها وهي مفزوعة. بعدها بفترة قصيرة ظهر طبيب آخر على شكل طير آلي واستطاع بصعوبة إنقاذ ميبل وجورج من وسط تلك الفوضى، لكن المصيبة وقعت حين تعرض الثلاثة لهجوم جوي من سرب طيور أدى لفقدان الطائر السيطرة والاصطدام بجبل صخري. تحطم الطائر الآلي ووجدت ميبل نفسها وحيدة مجددا مع جورج الذي ابتلعه ثعبان عملاق فجأة بمجرد وصولهما للأرض. ركضت ميبل وهي تصرخ لإنقاذ صديقها الذي قذف نحو منحدر صخري، ولما لم تجد مهربا رمت بنفسها وراءه من فوق الجرف. كانت الدكتورة سام على وشك الموت رعبا حين وجدت الروبوت قد تدمر تماما، وميبل لم تستيقظ بعد من غيبوبتها الصناعية لأي سبب كان. وفي هذه الأثناء أعلن تيتوس ابن ملكة الفراشات نفسه قائدا جديدا للحشرات، ودخل داخل شرنقته ليتحول إلى فراشة عملاقة في أسرع وقت. بعيدا عن كل تلك الأحداث استيقظت ميبل وسط تيار مياه شديد في النهر، وساعدت جورج حتى وصلا إلى بر الأمان. وبمجرد استعادة وعيهما بدأ جورج يؤنبها، لكنها انفجرت في البكاء وأخبرته أنها تعبت من إحساسها بقلة الحيلة وأنها مهما حاولت إصلاح الأمور تزداد سوءا. حن قلب جورج لصديقته واحتضنها ووعدها بحل الأزمة معا وإنقاذ الغابة. في تلك اللحظة ظهر لوف ومعه الدبة إيلين والسحلية توم، وأكدوا وقوفهم معهما في المهمة بصفتهم أصدقاء أوفياء للملك جورج. صنعت إيلين تاجا لجورج من صفيحة معدنية قديمة، وبعد استرداد سلطته وضع مع ميبل خطة لحماية العمدة من الحيوانات. وفي صباح اليوم التالي ركب جيري سيارته متجها لافتتاح الجسر الجديد، لكنه تفاجأ بتوم ولوف يحبسانه داخل السيارة وسرقا هاتفه. قذف لوف الهاتف بسرعة نحو ميبل التي بدأت تتواصل مع جيري عبر الكتابة، وحذرته من أن حياته في خطر وأمرته بإلغاء بناء الجسر فورا. ولكي يهدئ جورج روع العمدة المرعوب بدأ يربط على شعره، لكن ميبل لاحظت حصار الطيور للمكان فأدركت ضيق الوقت وأمرت جيري بالقيادة بأقصى سرعة. انطلق جيري وهو يرتعد خوفا، لكن في منتصف الطريق تسبب الهاتف في تشتيت انتباه الحيوانات وخرج الوضع تماما عن السيطرة. وسط تلك الفوضى العارمة انتهز العمدة الفرصة ليفتح النوافذ على مصراعيها، مما أدى لسقوط الجميع نحو الخارج باستثناء ميبل التي ظلت تقاوم بكل قوتها. في لمحة بصر ظهرت إيلين لتنقذ رفاقها محاولة الوصول إلى السيارة، بينما كانت ميبل تبذل قصارى جهدها لتشتيت الرجل وهي تحرك مقود القيادة يمينا ويسارا بعنف. في تلك اللحظات العصيبة لمحت ميبل الطبيبة سام في السيارة المجاورة، حيث وجهت إليها أمرا حازما بالتوقف والعودة إلى المختبر فورا، إلى أن ميبل رفضت الانصياع تماما، موضحة أنها تحاول إنقاذ الرجل من مصير مأساوي يفوق ما يواجهه الآن. فجأة انحبست الأنفاس حين شاهد الجميع سربا من طيور النورس ينقض على مياه البحر بسرعة الصاروخ، ليعودوا بعد ثوان قليلة حاملين بين مخالبهم قرشا أبيض عملاق يثير الرعب في النفوس. كشف جورج حينها أن تلك هي ديانا المفترس الأكبر الذي اعتاد تنفيذ الهجمات القاتلة باسم الملوك. بعد أن تأكد القرش من هدفه بدقة اقترح الوحش العملاق على ميبل مغادرة السيارة ليدخل في طور الصيد، مبتعدا قليلا ليجهز كمينا غادرا. لم تمر ثوان حتى ظهر المفترس في منتصف النفق، فسارعت ميبل لمساعدة العمدة على الهروب من هجمات ذلك الكائن الذي حطم سقف السيارة بجسده الضخم. سيطر اليأس على ميبل وهي تحاول التواصل مع جيري، لكن سام صرخت مؤكدة أنه لن يستطيع فهمها. ومن هنا ولدت فكرة في ذهن ميبل، فبدأت تجهز نفسها للقفز نحو الحافلة الصغيرة التي اكتشفت أن الأطباء ينقلون فيها جسدها الحقيقي الذي لا يزال فاقد للوعي. ورغم
الخطورة البالغة، قفزت الفتاة لتفلت من قبضة الأطباء، وسرقت جهاز السمع الخاص بسام لتمكن جيري من فهم كلماتها. لكن المشكلة كانت قبل أن تستقر على سيارة العمدة، حيث اختل توازنها لتجد نفسها معلقة بمرآة السيارة الخلفية. في الوقت ذاته انقضت ديانا فوق الحافلة في هجوم مفاجئ، وانتهى الأمر بتحطم حافلة الأطباء في حادث مروع. ومع ذلك لم يتراجع الجميع عن عزمهم لإنقاذ جيري. وبينما كانت ميبل لا تزال متشبثة بالمرآة، ظهر جورج فوق ظهر إيلين وقفز مع أصدقائه نحو القرش، حيث تجمعت الحيوانات بسرعة البرق لتكبير فك المفترس ومنعه من فتحه. بعد أن نجحت ميبل في وضع جهاز السمع في أذن الرجل، طلبت منه الهدوء تماما، غير أن الكارثة وقعت حين ظن جيري أنه في حلم فتوقف عن القيادة، مما تسبب في تدحرج المجموعة نحو أسفل المنحدر. وبسبب ذلك الحادث عاد القرش إلى المياه مرغما، بينما نفذت ميبل مناورة بارعة بمقود السيارة، واستطاعت من خلالها أن تمنع الجميع من السقوط من فوق الجرف. بعد دقائق استعاد العمدة وعيه هو وجورج وميبل، التي شرحت له كيف اندلعت ثورة الحيوانات بسبب تدمير الغابة. ورغم كل ما سمعه، ظل جيري مصرا على موقفه، ورفض التنازل عن خطط بناء الجسر، منكرا تورطه في أي جرائم بيئية ارتكبها لطرد الحيوانات من المنطقة. اشتعلت ميبل غضبا من هذا التصرف، وهددته بإبلاغ الطيور بمكانه، مما زرع الرعب في قلبه. لكن الفتاة تفاجأت فجأة بمجموعة الأطباء وهم يلقون القبض عليها ويجبرونها على العودة للحافلة، مما أدى لإصابة ذراعها أثناء المقاومة. بعدها مباشرة وضع الفريق الجسم الآلي على قاعدة جهاز المحاكاة، مما سمح لميبل بالعودة إلى جسدها الأصلي. كان جورج يشعر بقلق مميت على ما فعلوه بصديقته، فاقترب لمساعدتها، ولكن الوقت كان قد فات. ورغم أن ميبل كانت تشعر بدوار شديد وعدم تركيز، حاولت التحدث مع الحيوان، إلا أن المشكلة كانت في أن جورج لم يعد قادرا على فهم كلامها. ولإنقاذ صديقته حمل جورج القندس الآلي وابتعد به، وفي تلك اللحظة لمس الجزء المتضرر في الذراع، فتعرض لصدمة كهربائية خفيفة أصابته بالحيرة والذهول مما يحدث. وقبل أن تتمكن ميبل من فعل أي شيء لتهدئة صاحبها، كانت قوتها قد انتهت تماما وفقدت الوعي، في ذات الوقت الذي ظهر فيه جيش من الحيوانات لإلقاء القبض عليهم. بعد فترة استيقظت ميبل وهي مربوطة في كرسي، وبجانبها جيري، ووجدت سام ونيشا واقعين تحت سيطرة الأفاعي والضفادع التي استقرت على ظهورهم. بعدها بقليل تجمعت الحيوانات حول طاولة صغيرة، وبدأ تيتوس يتحول إلى فراشة ليصبح الآن هو القائد الرسمي للثورة ضد البشر. طلب تيتوس من الحيوانات وضعه في كبسولة المحاكاة، وصعقت ميبل حين رأت نسخة آلية من جيري، حيث أوضح لها الشرير أنه من أجل الانتقام من كل ما سببه العمدة سيقومون بالهجوم على الناس الموجودين في حفل الافتتاح، وذلك باستخدام السماعات التي تطلق أصواتا قوية كفيلة بتدمير دماغ أي شخص يتواجد هناك. سكن اليأس قلب ميبل، وبدأت ترجو تيتوس بدموعها المنهمرة ألا يقضي على كل شيء، وقالت له بصدق إن العالم ليس مليئا بالأشرار والطماعين مثل جيري. لكن تيتوس رد عليها بقسوة بالغة، وأخبرها أنها نسخة طبق الأصل من العمدة، لأنها مخادعة واستغلت الجميع وهي تتظاهر بأنها قندس. وعندما وجدت ميبل أن صديقها جورج عاجز عن الدفاع عنها، شعرت بأن الدنيا أظلمت في وجهها، وتحطمت نفسيا لأنها أدركت أنها خذلت كل الذين وضعوا ثقتهم فيها. غادر تيتوس المكان وتركهم في حيرتهم، لتبدأ ميبل وجيري بالتفكير في مخرج من هذه المصيبة. ولم يجد العمدة حلا سوى أن يضع رأسه داخل جهاز المحاكاة ليتولى التحكم في القندس الآلي. وبالفعل استطاع تحرير ميبل بأسنانه الحديدية القوية، وبسرعة وضعت ميبل سماعة الترجمة في أذنها وانطلقت معه لسباق الزمن ومنع الحيوانات قبل أن يفتكوا بالأبرياء. في حفلة الافتتاح كان تيتوس يجهز أبراجه ويلقي خطابه أمام الحشود، ولكن قبل أن يكمل خطته الشيطانية ظهرت ميبل وهي تعتذر له بصدق عما فعلته في أمه. لكن قلب الشرير كان كالحجر ورفض سماعها، ولإقناعه بدأت ميبل تحكي بألم عن الدروس القاسية والجميلة التي تعلمتها مع جورج خلال وقتهما معا، مما جعل القندس يتأثر عاطفيا بشكل كبير. ورغم ذلك صمم تيتوس على موقفه ورفض التعاون معها، وهنا قررت ميبل اللجوء للخطة البديلة فورا.
فورا. في تلك اللحظة نكتشف أن جيري أنقذ الأطباء من العربة وكان ينتظر الإشارة فقط ليشغل الجهاز الموجود تحت قدمي الشرير، ووظيفة هذا الجهاز هي إعادة وعيه إلى جسمه الأصلي. فاستشاط تيتوس غضبا وأمر الحيوانات بإعادته مرة أخرى لجسم العمدة المزيف، وعندما حاول جورج منعه هجمت عليه الثعابين وقيدته بقوة. فجأة سيطر الشرير على الروبوت من جديد ودخل في صراع عنيف مع ميبل لانتزاع ريموت التحكم في السماعات، ومن شدة العراك طار الريموت واستقر فوق شجرة عالية. فركضت ميبل بسرعة لتسبق تيتوس الذي دمر القندس الآلي الخاص بجيري بضربة واحدة قاضية، مما جعل العمدة يستيقظ ويعود لوعيه وهو في المختبر. استطاعت ميبل بذكائها نزع القناع البشري عن وجه الشرير، ورغم سقوطها من فوق الشجرة إلا أنها نجحت في منعه من الوصول للجهاز عن طريق بصمة الوجه، وهذه الحركة جعلت تيتوس ينفجر غضبا وأعلنها صريحة أنه سيمحو كل البشر والحيوانات في المكان حتى لا يتبقى سوى حشراته فقط. وبينما كان يلقي كلماته الحماسية ارتطم بالشجرة المزيفة وأسقطها، مما تسبب في نشوب حريق ضخم بدأ يلتهم الغابة بأكملها. وبمجرد أن رأى جورج صديقته في خطر ركض لإنقاذها، وفي نفس الوقت قرر ملك الضفادع أن يأكل تيتوس وينتقم منه بسبب خيانته. ومع حالة الرعب والهرج والمرج التي سادت المكان فقدت ميبل سماعة الترجمة وبدأت تساعد البشر على الهروب عبر طريق آمن، وبعدها حاولت إطفاء النار بسترتها ولكن دون جدوى، لتدخل في حالة يأس مريرة عندما أدركت أنها أضاعت الشيء الوحيد الذي يذكرها بجدتها الراحلة. في هذه اللحظة ظهر جورج من وسط الدخان الكثيف ليساعد صديقته، ولكن قبل هربهما سقطت شجرة ضخمة فوق الحيوان المسكين. فبدأت ميبل تصرخ وهي تمسك صديقها بين يديها وتحاول إيجاد أي مخرج، والنيران تحاصرهما من كل جانب حتى انقطع الأمل تماما. فجأة ظهرت إلين مثل الملاك وأنقذتهما من قلب النيران، في حين كان جيري يوجه رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، لكن النيران كانت أقوى من الجميع وخرجت عن السيطرة تماما. وبفضل التحالف العظيم الذي حدث بين الجميع تجمعت حيوانات الغابة وكسروا سد النهر، مما أحدث موجة مياه جبارة هجمت على النار وأطفأتها، وبذلك نجا الجميع من الدمار وعاد الأمان للغابة. بعد فترة من هذه الكارثة كانت ميبل تمشي في المكان الذي دمرته النار مع جورج، وفرحت كثيرا عندما رأت أن جيري جمع عماله لتنظيف المكان، بالإضافة لظهور مجموعة جديدة من القنادس بدأت تبني سدا جديدا للبحيرة. حققت ميبل حلمها وتخرجت من الجامعة وحصلت على عرض شغل ممتاز مع الدكتورة سام التي تخطط لمشاريع علمية واعدة. وفي النهاية زارت ميبل المكان الذي تم إصلاحه وجلست بجانب جورج ليستمتعا بالمنظر معا، وهي مطمئنة أن كل الحيوانات ستعيش في سلام من الآن فصاعدا. ما هو رأيكم في هذا الفيلم المثير؟ اكتبوا لنا في التعليقات أسفل الفيديو، وإذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من ملخصات الأفلام القوية. نراكم في المرة القادمة.